الناس ديال دوبل في، الناس اللي كتخرج طوموبيلات دوبل في، اسمع مزيان وطلق لي الودينات، حيت هاد المخالفه اللي غنقول لك غتمشي الطوموبيله في البلاصه الفوريان وتخلص الغرامه وتخلص المخالفه وتكرفيس وزيد وزيد. حيت صراحه بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هاد المعلومه، واللي بغيت نشاركها معكم ديال الطوموبيل ملي كتكون دوبل في. اللي كاين هو انه الطوموبيل ملي كتاخذ داك الريسي بي سي ديال الدوبل في، ولا بدا تمشي لسيرفيس ديميل اللي مسجله في ديك الطوموبيل، يعني وتقول لهم في هذاك الريسي بي سي، حيت من بعد سيمانه 10 ايام 15 يوم تقريبا بحال هكاك تمشي عندهم سيرفيس ديميل تقول لهم ودي عطوني الماتريكول ديال ديك الطوموبيل، لانه كما كتعرفوا الكارت شويه كتعطل، ولكن الماتريكول ديال ديك السياره راه ديجا عندهم في السيستم، يقيدوا لك في هذاك الريسي بي سي، وكتشد داك الريسي بي سي اللي فيه الماتريكول وكتمشي تخلص به لا فينيات ضروري في اجل ديال 30 يوم. والا فتي 30 يوم واخا غير بنهار، اي براج في الطريق يوقفك تمشي لك الطوموبيله في الفوريان في البلاصه وتكرفيس اللي قلت لكم وزيد وزيد. لانه بزاف ديال الناس غالطين في هذه المعلومه اللي للاسف، واللي غادي باش ناكد لكم هذه المعلومه وتكون مفادها انه صحيحه، هو الماده 261، وغنخلي لكم في اول تعليق باش تاكدوا وما يبقاوش الناس قوت الهضره بزاف، لا حكاتها تخرج كارت كريز عاد نمشي نخلص لافينيات عاد لا. يعني في هذاك الاجل ديال 30 يوم ولا بدا تخلص لافينيات. ونتمنى المعلومه تكون مفهومه، والسلام عليكم.